واخيرا سان بلوك فاكيشن جيل للناس اللي طلبته مني. كان لازم اصبر عليه شويه واجربه كده في كذا جو وعلى كذا ناس برضه عشان اعرف اقول لكم ريفيو كامل عنه. هو عموما مكتوب عنه ان هو فاكيشن بيور تاتش هيدروجيل سان سكرين اس بي اف 50 بلس. هو انتي شاين يعني مضاد لللمعان. مكتوب تحتيه هيالورونيك اسيد، يعني معنى كده ان هو بيحتوي على نسبه عاليه من الهيالورونيك اسيد، وفي فلاتر حمايه يو في بي ويو في اي. نون جريسي يعني غير دهني، بيمتص بسرعه ومقاوم للميه. فاكيشن سان سكرين هو مخصص للبشرات الدهنيه والمختلطه، عشان كده قوامه جل. ومن تجربتي وتجارب ناس كتير يلا بينا نشوف مع بعض الكلام ده صح ولا لا. سان بلوك فاكيشن الاصلي الباكج بتاعته اهي من جوه شكله كده، هو 60 مللي. ولازم تركزي برضو هنا لما تفتحي الغطا ده، لازم تكون هنا طبعا اللزقه هنا مقفوله. 290 او 300 جنيه، بس انا كنت جايباها في عرض من نون ب 200 جنيه بس. طيب بقى بالنسبه لمكونات سان بلوك فاكيشن، هو في فلاتر فيزيائيه وكيميائيه زي التيتانيوم دايوكسيد وزنك اوكسيد، وفي كمان فيتامين اي ونياسيناميد، وفي كمان خلاصات زي خلاصه الشاي الاخضر والفا اربوتين وخلاصه جذور العركسوس. وكل طبعا الحاجات دي مكونات حلوه جدا جدا للتفتيح، فانت هتلاقي منها نتيجه حلوه للتفتيح لو استعملتي الصن بلوك ده بشكل يومي او شبه يومي. نيجي بقى للقوام بتاعه. هو جيل كريم، هو ليه ريحه بس مش مزعجه يعني، وخفيفه مش ما بتستمرش فتره طويله. بصوا هو بيعمل وايت كاست طبعا كده في البدايه، فانت اهدي عليه شويه، سيبيه دقيقه كده يهدى، وبعد كده ابتدي بقى وزعيه في كل الاماكن. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا جدا للبشرات الدهنيه الخالصه، يعني دهون في كل حته. لكن لو انت بشرتك مختلطه زي حالاتي، هيبتدي ان هو في المناطق الجافه اللي هنا هيعمل لك وايت كاست، وممكن يفضل سايب لك طبقه بيضه كده ممله برده لما تيجي تخرجي، ولو عرقتي ولا حاجه هيفضل هيظهرها اكتر. فحلها ايه؟ ان انت تبتدي تطبقي هنا في المناطق اصلا الجافه او العاديه مش مختلطه الكريم المرطب العادي بتاعك، وتسيبيه يهدى، وبعد كده طبقي السان بلوك. انت كده هتوازني الموضوع يعني. بصوا كده هو خلاص امتزج مع البشره، ومش سايب على فكره ملمس دهني خالص، سايب بس احساس كده بالنعومه والترطيب، ومدي البشره كده جلو ونضاره وتفتيح فوري كده، يعني تقريبا درجه كده او حاجه. وعايزه اقول لكم احلى ميزه في سان بلوك فاكيشن ان هو درجه حمايته عاليه جدا جدا. والله يا جماعه فضل صامد ساعتين كاملين، انا طبقته على ايديا الاثنين وخرجت ساعتين، خرجت في شمس فظيعه بصراحه. رجعت غسلت ايدي لقيتها زي اللون، ولا اكسدت ولا اتغيرت ولا اي حاجه. طيب هو انا ليه المره دي مش زي كل مره طبقته لكم على بشرتي، طبقته على ايدي بس؟ وحتى لما خرجت طبقته على ايدي بس. هقول لكم العيب اللي ظهر فيه معايا انا. سان بلوك فاكيشن اول ما وصلني كنت فرحانه بيه جدا بصراحه، لان ناس شجعتني ان انا اجيبه اجربه. كمان ناس كتيره طلبت ان انا اعمل الريفيو ده، فانا طبقته على بشرتي، غسلته وطبقته. حسيت بتنميل فظيع في الوش، حسيت بحرقان، حسيت وشي ابتدى يحتقن ويحمر بدون تفكير بصراحه. دقيقتين رحت غسلته بسرعه، عرفت ان طبعا اكيد في مكون عامل لي انا حساسيه، بس انا حابه برضو ان انا اجربه واستخدمه. فطبقته على ايدي الاثنين وعلى المنطقه اللي هي بتكون باينه من الشوز، يعني لا مؤاخذه. وعملت برضو تجربه على بعض افراد من اسرتي طبقوه وخرجوا فيه الحمد لله، ما عمل لهمش اي تحسس، وقالوا لي طبعا درجه حمايته برضو عاليه. ما كانش بيعمل وايت كاست. هو ممكن يكون برضو بيعرق شويه للناس اللي عندها فرط تعرق كده من المناطق دي، لكن لو ما عندكيش مشكله فرط التعرق دي مش هيحصل معاكي اي مشكله. عايزه اقول لكم ان هو من النوع المقاوم للميه فعلا، يعني انا جربت برضو تيست ان هو جه على ميه، وحسيت برضو ان في طبقه حاميه بشرتي برغم ان هو جيل كريم. هو مكتوب عليه للوجه بس، فخلي بالك في انواع تانية برضو ممكن تكون مناسبه للجسم اكتر. لو انت رايحه للمصايف في سبراي في لوشن، فحاولي انت تجربي برضو انواع تانية. هيظهر لكم دلوقتي صوره فيها كل انواع السان بلوك اللي انا جربتها، اضغطوا عليها. وكمان ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان كل جديد قناتنا وكل منتجات السكين كير توصلكم باستمرار لحظه بلحظه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.